في يوم من شهر أكتوبر سنة 1999 في جريمة صعبة حصلت في جراج لمكتبة كبيرة. الشرطة لما وصلوا لمسرح الجريمة لقوا إن مفيش أي أدلة توصلهم للمجرم، مفيش بصمات ولا حمض نووي ولا حتى آثار أقدام للمجرم. بس رغم كل ده الشرطة كان عندهم 2 مشتبه فيهم، والاتنين دول كان عندهم الدافع اللي يخليهم يرتكبوا الجريمة دي. الشرطة كانوا متأكدين إن مستحيل الاتنين دول يكونوا بيقولوا الحقيقة، وإن أكيد في حد فيهم بيكذب. بس يا ترى مين فيهم اللي كان بيكذب؟ وهل واحد فيهم هو اللي ارتكب الجريمة ولا الاتنين أصلا كانوا متفقين مع بعض؟ ده اللي هنعرفه من أحداث قصتنا. بس قبل ما نبدأ زي ما تعودنا عايزين كلنا نصلي على النبي وندعي لإخواتنا المظلومين في كل مكان، ربنا ينصرهم ويصبرهم. في يوم من شهر أكتوبر سنة 1999 في واحدة اسمها مارثا جيل فولتون عندها 48 سنة، كانت عايشة حياة طبيعية جدا. يعني كانت أم شاطرة جدا وزوجة مخلصة لبيتها وست متدينة وملتزمة لأبعد الحدود. جيل في الأصل كانت من ولاية تكساس، وتحديدا من مدينة اسمها كوربوس كريستي. اتولدت ونشأت في عيلة ناجحة جدا. أبوها نوح كان محامي مشهور جدا وبعد كده بقى قاضي فيدرالي. أمها دورا كانت مساعد قانوني وبعد كده اشتغلت مدرسة، وكانت شخصية قيادية جدا ومعروفة في المكان اللي هم عايشين فيه. بس بالرغم من شهرة عيلتها، جيل بسرعة جدا قدرت تعمل لنفسها اسم وسمعة خاصين بها لوحدها. من صغرها كان واضح إنها بنت ذكية وعندها طموح وعزيمة وبتشتغل بضمير. يعني من الآخر كده أي حاجة كانت بتحطها في دماغها كانت بتقدر إنها تعملها. جيل كانت متدينة جدا وكانت واخدة الموضوع ده بجدية كبيرة، وكانت بتروح الكنيسة تقريبا كل يوم وبتحضر القداس، وحتى الدراسة بتاعتها كانت في مدارس كاثوليك. في نفس الوقت جيل برضو كانت دمها خفيف وكل الناس اللي يعرفوها كانوا بيحبوها وبيحبوا انهم يقربوا منها. واحد من الناس اللي اتقربوا ليها وانجذبوا ليها كان شاب اسمه جورج فولتون. جورج اتعرف على جيل وهما الاتنين في آخر سنة ليهم في المدرسة الثانوية، وكانوا مع بعض في منظمة تابعة للكنيسة. ورغم ان الأيام والظروف أخدت كل واحد فيهم في مكان مختلف تماما بعد المدرسة الثانوية، إلا إن الاتنين فضلوا على تواصل مع بعض لمدة طويلة. وبعد فترة رجعت علاقتهم تقوى من تاني بعد ما جيل اتخرجت من الجامعة، وجورج كمان كان خلص دراسته في الأكاديمية العسكرية. وبعدها بفترة صغيرة الاتنين اتجوزوا. الحياة بعد الجواز كانت صعبة جدا، خصوصا وإن جورج كان بيشتغل في الجيش وكانوا دايما بينقلوا حياتهم لأي مكان جورج كان بيخدم فيه. جورج وجيل خلفوا مع بعض 3 أطفال، واللي كانوا بنتين وولد. والغريب إن كل واحد فيهم اتولد في مكان مختلف تماما عن التاني، بسبب طبعا تنقلات جورج المستمرة مع الجيش من مكان لمكان تاني. بس في وسط كل اللخبطة دي والسفريات دي، جيل كانت هي اللي بتعمل كل حاجة في البيت. كانت بتتأكد إن كل فرد من أفراد العيلة ملوش أي طلبات ومرتاح نفسيا ومرتاح ذهنيا، حتى لو ده هيكون على حساب طموحها الشخصي. جيل أصلا كانت دارسة ومتدربة عشان تشتغل أخصائي تخاطب، بس ضحت بكل ده عشان خاطر بيتها. الموضوع ده استمر لحد ما جورج ساب الخدمة العسكرية وتقاعد سنة 1993، يعني بعد 18 سنة من الخدمة. للأسف جورج كان بيلاقي صعوبة كبيرة جدا في إنه يلاقي وظيفة في تكساس. عشان كده في النهاية العيلة اضطروا إنهم ينقلوا مرة تانية، لأن جورج لقى فرصة شغل كويسة في شركة هندسية موجودة في قرية صغيرة اسمها ليك أورينت موجودة في ولاية ميشيغان. النقلة دي كانت صعبة جدا على جيل، خصوصا وإن شغل جورج كان بيخليه يسافر كتير جدا، وهي كانت مضطرة إنها تعيش بعيدة عن أهلها وأصحابها الموجودين في تكساس. بس زي ما قلت لكم إن جيل كانت مستعدة تضحي بأي حاجة لو ده هيكون في مصلحة عيلتها. فعلا التضحية دي جابت نتيجة، لأن أولاد جيل كبروا وتخرجوا وكل واحد فيهم كان ناجح جدا في حياته. بنتها الكبيرة ميليسيا اتخرجت ومعاها شهادة في الهندسة الكيميائية، وبنتها التانية إيميلي بتدرس في الجامعة بمنحة كاملة، وابنها الصغير أندرو كان في سنته الأخيرة في المدرسة الثانوية. في الوقت ده جيل رجعت تهتم بنفسها مرة تانية، وكانت بتدرس وأخدت مؤهلات تأهلها للتخاطب عشان تشتغل أمينة مكتبة. في الفترة دي قدرت تلاقي وظيفة بدوام جزئي في المكتبة العامة بتاعت المنطقة، وكانت بتحب شغلها ده جدا. وفي الفترة دي من حياة جيل ابنها الصغير كان خلاص فاضله شهور قليلة ويخلص مدرسته ويروح للجامعة، وده معناه إن جيل وجورج هيكون عندهم حرية أكبر إنهم يختاروا المكان اللي هم يعيشوا فيه. عشان كده قرروا إنهم يرجعوا مرة تانية لتكساس عشان جيل تكون قريبة من أهلها وأصحابها.
طبعا جيل كانت طايرة من الفرحة انهم اخيرا اخدوا قرار انهم هيرجعوا لتكساس وتعيش في وسط الناس اللي بتحبهم، بس للأسف جيل مش هتلحق انها تعمل كده. بالرغم ان الظاهر قدام الناس ان حياة جيل وجورج كانت ماشية كويس جدا وما فيهاش اي مشاكل، الا ان الحقيقة كانت اصعب من كده بكتير. جيل كانت مخبية في قلبها سر كبير وتفاصيل صعبة مش عايزة تتكلم فيها مع الناس، ورغم انها كانت فاكرة انها هتقدر تعمل زي كل مرة وتكون الست القوية الصامدة عشان خاطر عيلتها، الا ان المرة دي السيناريو اختلف تماما. يوم 4 اكتوبر سنة 1999 وصل لل 911 مكالمة صعبة جدا. المكالمة دي كانت من 2 موظفين شغالين في مكتبة عامة، وكانوا بيصرخوا بصوت عالي جدا وبيطلبوا المساعدة. لما سألوهم عن اللي حصل في مكالمة ال 911 قالوا إنهم أول لما خرجوا من باب المكتبة لقوا زميلتهم في الشغل كانت واقعة على الأرض في جراج العربيات ومش بتتحرك. سألوهم لو يعرفوا الضحية اللي قدامهم ولا لأ، والاتنين قالوا إنهم يعرفوها كويس جدا وإن الضحية دي هي زميلتهم جيل. الشرطة والإسعاف وصلوا لمسرح الجريمة ولقوا ان جيل كانت فاقده الوعي تماما وفي دم كتير جدا حوالين راسها. زميلاتها اللي كلموا الطوارئ شرحوا للمحققين انهم لقوا جيل بعد ما قفلوا المكتبه وخلصوا شغلهم بالليل. جيل كانت واحده من مجموعه فيها حوالي 6 موظفين شغالين في الشفت المسائي في الليله دي، والغريب ان الموظفين كانوا متاكدين انهم شافوها وهي بتمشي من المكتبه. لما الشفت خلص في المكتبه الساعه 9 بالليل كل زمايلها اكدوا انهم خرجوا كلهم مع بعض وشافوا جيل وهي بتركب العربيه بتاعتها عشان تتحرك من الجراج، بس الاتنين موظفين اللي اكتشفوا الجثه بتاعتها اضطروا انهم يقعدوا في المكتبه 5 دقايق زياده عشان يتاكدوا ان كل الابواب مقفوله وكل الانوار مطفيه. ولما خرجوا من المكتبه واتجهوا ناحيه الجراج استغربوا ان العربيه بتاعت جيل اللي لونها احمر كانت لسه واقفه في مكانها وجيل ما اتحركتش من هناك. في الاول لمحوا حاجه كده جنب العربيه، افتكروا انها كومه هدوم او حد رامي حاجه جنب العربيه، بس لما قربوا اكتر اكتشفوا ان دي كانت جثة جيل وهي غرقانة في دمها على الارض. الموضوع كان مرعب ومخيف، وفي اللحظة دي زمايلها فكروا ان جات لها ازمة صحية مفاجأة او وقعت على الارض وراسها اتخبطت. بس التفكير ده اتغير تماما لما رجال الاسعاف وصلوا لمسرح الجريمة وقربوا شوية من جثة جيل وتأكدوا ان اللي في جسمها ده ما كانش مجرد خبطة، دي جريمة قتل بشعة. الشرطة اكتشفوا ان جيل كانت مضروبة ب3 رصاصات على الاقل. التشريح بعد كده اثبت ان في رصاصتين في صدرها وبطنها واي واحده فيهم كانت كفيله انها تنهي حياتها، بس الرصاصه الثالثه والاخيره واللي جت في راسها كانت هي السبب في موتها. بناء على كل الظروف دي واضح جدا للشرطه ان جيل كانت ضحيه لهجوم وحشي وفي حد كان مستهدفها هي شخصيا. بس لما المحققين بداوا انهم يفتشوا المكان ويدوروا على اي دليل يوصلهم للمجرم الموضوع كان غريب ومش مفهوم بالنسبة لهم. محفظة جيل وشنطتها وكل حاجتها الغالية وحتى الفلوس اللي كانت معاها كانت موجودة في العربية زي ما هي ومحدش قرب لها. يعني لو الموضوع سرقة ازاي الحرامي كان هيسيب كل الحاجات دي وحتى ما حاولش انه يسرق العربية بتاعتها؟ يعني من الاخر كده واضح ان الجريمة دي ما حصلتش بغرض السرقة، وحتى الجثة بتاعتها ما كانش عليها اي علامات اعتداء، فاللي عمل كده هو حد كان عنده دافع تاني. المحققين كمان دوروا كويس جدا في مسرح الجريمة ولقوا ان مفيش اي اثر لفوارغ الرصاص. لما فتشوا العربيه بتاعت جيل كويس لقوا ان الكاوتش اللي ورا ناحيه اليمين كان مقطوع بسكينه، يعني في حد كان قاصد انه يعطل العربيه بتاعتها عشان ما تتحركش من هناك. واضح جدا ان الجريمه دي ما كانتش جريمه عشوائيه، ده في حد كان بيراقب جيل وعارف هي بتقف فين وعارف العربيه بتاعتها وقطع الكاوتش وخطط كويس جدا لجريمته. وطبعا طالما الموضوع كده هيجي اسئله كتيره جدا في بال الشرطه، يا ترى هو مين اللي عايز يعمل كده في جيل وايه الدافع من الجريمه اللي هو عملها؟ للاسف الشرطه ما كانش عندهم اي اجابه للاسئله دي، بس ما اخدوش وقت طويل وظهر عندهم اول مشتبه فيه في القضيه. الشرطه هم بيدوروا حوالين المكتبه كانوا محبطين جدا لان مفيش اي ادله في مسرح الجريمه، بس اللي اداهم امل انهم يوصلوا للمجرم انهم لقوا كاميرات مراقبه على الجدران بتاعه المكتبه، ومن حسن حظهم ان الكاميرات دي كانت متوجهه ناحيه المكان اللي حصل فيه الجريمه. اول لما لقوا الكاميرات دي المحققين نفسهم اتفتحت وجالهم امل كبير انهم يفكوا اللغز اللي حصل في الليله دي، بس الموضوع طبعا هيحتاج شويه وقت على ما يفرغوا الفيديوهات دي ويدققوا فيها. وفي الوقت اللي كانوا مستنيين فيه تفريغ لقطات كاميرات المراقبه بدأوا يركزوا كويس جدا في حياة جيل وفي الناس اللي عايشين حواليها. ولما الضباط كانوا شغالين وبيفتشوا المكان وصل لجراج المكتبة
جورج زوج جيل، وفي اليوم ده كمان كان معاه ابنهم أندرو اللي عنده 17 سنة. طبعا وصولهم لمكان الحادثة ما كانش حاجة غريبة، لأن أكيد حد من زمايل جيل كلمه وقال له على الجريمة اللي حصلت لمراته وهو وصل لمسرح الجريمة. بس الغريب والملفت للانتباه بالنسبة للشرطة كان رد فعلهم، او خلينا اقول يعني الفرق الكبير في رد الفعل بين الاتنين. لان اندرو اول لما سمع ان امه ماتت انهار تماما واتدمر ووقع في الارض وكان بيبكي بحرقه، في حين ان جورج كان هادي جدا وكان شكله مريب بالنسبه للشرطه. طبعا احنا عارفين ان الناس بتتعامل مع الصدمات بشكل مختلف، ممكن واحد لما يسمع خبر صعب ينهار في ثانيه، وحد تاني بياخد وقت على ما يستوعب ويعرف ايه اللي بيحصل. بس المحققين وهم بيراقبوا جورج كانوا حاسين انه هادي اكتر من اللازم، وكانوا شايفين ان في حاجه غلط. الشكوك دي بدات تزيد اكتر لما اخدوا جورج واندرو على مركز الشرطه عشان يستجوبوهم ويسالوهم كام سؤال. المحققين اخدوا كل واحد فيهم في اوضه لوحده وبداوا يتكلموا معاهم، وفي البدايه كل الكلام اللي قالوه كان متطابق مع بعضه. لما سالوهم كانوا فين في الوقت اللي حصلت فيه الجريمه، الاتنين اكدوا انهم كانوا موجودين في البيت. جورج قال للشرطه انه رجع للبيت على طول بعد ما خلص شغله في المكتب في اليوم ده، بس جات له مكالمه متاخره من رئيسه في الشغل، والمكالمه دي استمرت لحد الساعه 9 بالليل، وبعدها على طول عرف باللي حصل لمراته. الكلام ده اكده ابنه اندرو اللي قال للشرطه انه لما رجع للبيت الساعه 8:30 بالليل لقى ابوه فعلا كان بيتكلم في التليفون وشغال. بس للاسف التطابق اللي في كلام الاب والابن وقف لحد هنا، وبدات الحكايات تختلف تماما أول لما المحققين سألوهم عن العلاقة بين جورج وجيل. جورج رد عليهم بكل ثقة وقال لهم إن علاقته بجيل كانت جميلة جدا ومفيش بينهم أي مشاكل. قال لهم كمان أنا ما عنديش فكرة هو مين اللي ممكن يعمل كده في جيل أو يأذيها، لأن جيل ملهاش أي أعداء وإحنا عيلة سعيدة جدا وبنحب بعض. بس لما الشرطة سألوا أندرو نفس السؤال إجابته كانت مختلفة تماما عن أبوه. أندرو قال للشرطة إن في البيت ما كانوش بيتكلموا عن أي خلافات بين أبوه وأمه، بس هو كان عارف ومتأكد إن أبوه خان أمه. قال كمان إن الموضوع ده ما كانش نزوة أو غلطة وندم عليها، ده الموضوع كان كبير وكان عايش في علاقة كاملة مع ست تانية، والموضوع كان هيخرب البيت أكتر من مرة. أول لما المحققين سمعوا الكلام ده من أندرو جابوا جورج للتحقيق مرة تانية وواجهوه بكل الكلام اللي ابنه بيقوله، وجورج قال إنه فعلا كان بيخون مراته بس هو كان خايف يقول للشرطة. جورج بيقول إن الموضوع بدأ لما نقل هو وعيلته لولاية ميشيغان عشان يستلم شغله الجديد في الشركة الهندسية، وزي ما قلنا قبل كده الشغل ده كان بيخليه يسافر كتير وتحديدا لولاية فلوريدا. وفي واحدة من سفرياته هناك سنة 1997 قابل ست اسمها دونا في بار الأوتيل اللي هو كان نازل فيه، والاتنين حبوا بعض من أول نظرة. في البداية علاقتهم كانت مجرد كلام، بس واحدة بواحدة بدأوا الاتنين يتواصلوا مع بعض وكانوا بيتقابلوا في كل مرة جورج كان بينزل فيها فلوريدا. ومن هنا العلاقة اتطورت وبقت خيانة زوجية كاملة الأركان، وخلال شهور قليلة جورج ساب كل حاجة ونقل عشان يعيش مع دونا في بيتها اللي موجود في فلوريدا. طبعا كل ده وعيلته ما كانوش يعرفوا أي حاجة عن اللي بيحصل، وعشان خاطر يغيب عن البيت براحته ويعيش مع دونا كان بيقول لجيل انه مضطر انه يقعد هناك في فلوريدا لحد ما يخلص المشروع اللي هو شغال فيه، وهيضطر انه يأجر شقة هناك. بس بعد فترة الموضوع اتكشف والسر بدأ يطلع، وجورج اعترف ان الدنيا اتقلبت لفترة من الوقت وفضل عايش بعيد عن عيلته وما كانش قادر ينهي علاقته بدونا. الشرطة سألوه عن المدة اللي استمرت فيها العلاقة دي، وهو قال لهم ان العلاقة استمرت لسنة ونص، بس أكد للشرطة انه انهى العلاقة بدونا من 6 شهور كاملين. قال انه رجع للبيت وصالح مراته جيل في شهر ابريل اللي فات، ومن ساعتها وهما الاتنين شغالين انهم يرموا الماضي ورا ظهرهم ويصلحوا اللي فات من حياتهم. جورج كان بيحلف للشرطة انه مستحيل يعمل كده في مراته لانه بيحبها جدا، وانه رجع لميشيغان مرة تانية من 6 شهور عشان عايز انه يعيش معاها ويكمل حياته معاها. طبعا لأسباب واضحة ومش محتاجة اي ذكاء الشرطة ما كانوش مقتنعين بأي حاجة من اللي بيقولها جورج، وكانوا شايفين ان هو بيكذب عليهم. الراجل اصلا كان بيكذب عليهم من اول دقيقة في التحقيق، ودلوقتي بيعترف انه كان عنده عشيقة في فلوريدا لحد وقت قريب. وفوق كل ده كان عندهم احساس قوي ان جورج ما كانش متفاجئ من موت جيل، وده خلى الشرطة يسألوا سؤال مهم جدا: هو فعلا العلاقة دي انتهت زي ما جورج بيقول، ولا الراجل ده متورط في الجريمة ومخطط لكل حاجة في جريمته؟ بس لو جورج كان متورط فعلا فالشرطة قدامهم مشكلة كبيرة جدا محتاجين يحلوها، وهي ان جورج كان عنده حجة غياب قوية جدا في الوقت اللي حصلت فيه الجريمة. الشرطة كانوا حاسين ان القضية بتتعقد منهم وفي اسئلة كتيرة جدا ملهاش اي اجابة، لحد ما وصلت ايميلي بنت جيل لمركز الشرطة وقالت لهم على معلومات مهمة جدا. ايميلي قالت للشرطة ان الست اللي بابا كان بيخونها مع امي
ورئيسه في الشغل اللي كانوا بيكلموا في التليفون وقت وقوع الجريمة هما الاتنين يبقوا نفس الشخص. يعني جورج لما حصلت جريمة القتل كان أصلا بيكلم الست اللي هو بيخون مراته معاها، والست دي كان اسمها دونا تراباني. واضح كده إن دي مش الحاجة الوحيدة اللي جورج نسى يقولها للشرطة وهو بيحكي حكايته. دونا بتقول للشرطة إن والدها جورج كان فعلا عنده شغل بيخليه يسافر لفلوريدا في الأول، بس لما قابل دونا ساب شغله القديم وراح يشتغل عندها هي. دونا أصلا كانت بتشتغل ممرضة، بس قبل كام سنة من الأحداث دي أسست شركة خاصة بيها بتعمل خدمات رعاية منزلية تمريضية. وبعد ما جورج ودونا بدأوا إنهم يشوفوا بعض، دونا عرضت عليه إنه يشتغل في وظيفة جديدة في شركتها عشان يمسك كل الأمور المالية وبقى هو المدير المالي والتنفيذي للشركة. جورج طبعا وافق وهو طاير من الفرحة، ودي كانت بداية قعدة جورج في فلوريدا. ورغم ان عيلته ما كانتش فاهمة ايه اللي بيحصل في الكواليس، الا انه في الوقت ده كان بيشتغل مع دونا وكان عايش معاها في نفس الوقت. ايميلي بتقول ان الخيانة دي لما اتكشفت امها كانت متبهدلة جدا وحالتها النفسية كانت صعبة جدا، بس في نفس الوقت ما كانتش عايزة تسيب جورج لانها كانت بتحبه، وفي نفس الوقت معتقداتها الدينية كانت تخليها ما تسيبهوش. في العقيدة بتاعت جيل الكاثوليكية الجواز ما يعتبرش مجرد ورقة، ده عهد روحي ومقدس قدام ربنا وما ينفعش يتفك بسهولة. عشان كده جيل استبعدت فكرة الطلاق تماما، وكانت بتعمل كل اللي في وسعها عشان تقدر تعيد المركب وتحافظ على بيتها وعيلتها، حتى لو ده كان معناه انها تكتم الوجع جواها وما تبينش لأي حد. وفي شهر ابريل من السنة دي جورج رجع للبيت وعاش مع جيل مرة تانية، وكان باين لكل افراد العيلة انه رجع لعقله وهيلتزم مع عيلته. على حسب كلام ايميلي ان في الوقت اللي كان باين فيه ان الاب والام خلاص هيعدوا الازمه اللي هم فيها، ظهرت دونا في الصوره مره تانية وكلمت جورج وصدمته بخبر صعب جدا. قالت له ان عندها سرطان في مرحله متاخره جدا وملهاش علاج، وان الدكاتره قالوا لها ان فاضل لها شهور قليله جدا في الدنيا وهتموت. وقالت له كمان انها حامل في ابن جورج. دونا كمان بعتت له شهاده من الدكتور بتاكد انها فعلا مصابه بالسرطان، وبعتت له كمان تحليل الدم اللي أثبت إنها حامل. جورج لما شاف كل ده بدأ يحس بذنب كبير جدا إنه ساب دونا وهي حامل، ده غير كمان إن عندها سرطان وهتموت كمان كام شهر، وكان حاسس إنه خذلها وسابها لوحدها. عشان كده يوم 4 يوليو سنة 1999، يعني قبل الجريمة ب3 شهور بالظبط، جورج خلى دونا تيجي من فلوريدا لحد ميشيغان وحجز لها في فندق في مدينة قريبة اسمها روتشستر هيلز، ورتب لقعدة جوه أوضة في الفندق دي تجمعه هو ودونا وجيل مراته. جيل في الوقت ده ما كانتش تعرف اي حاجة عن موضوع الحمل ولا عن ان دونا مصابة بالسرطان، ومعرفتش اي حاجة غير لما وصلت للفندق ودخلت معاهم الأوضة. القعدة دي ما كانتش قعدة عادية، ده كانوا الثلاثة كده زي ما يكونوا عاملين عرض أو طلب أو اتفاق عايزين يعملوه مع بعض. أول لما الثلاثة قعدوا مع بعض دونا بدأت تشرح لجيل إن أيامها في الدنيا خلاص معدودة، بس الدكاترة طمنوها إنها هتعيش لحد ما فترة الحمل والولادة تكمل. عشان كده قررت إنها تحتفظ بالجنين لحد ما تخلفه، وطلبت إن جورج وجيل هما اللي يهتموا بابنها بعد ما تموت. دونا كمان كان عندها طلب تاني، واللي كان طلب صعب جدا. طلبت إن جيل تسيب جورج وتتطلق منه وتسيبه يعيش معاها في الفترة اللي بقيالها في حياتها. قالت لها إنهم بيحبوا بعض وإنها ناوية تنقل عشان تعيش في ميشيغان في شهورها الأخيرة، وعايزة تقضي الأيام دي مع جورج كزوجين. قالت إنها عايزة تتجوزه وهي تتطلق من جورج عشان يقدروا يسجلوا الطفل أول لما يتولد باسم جورج، بعد ما هي تموت جورج وجيل يقدروا يتجوزوا مرة تانية ويكتبوا الطفل باسمهم. طريقة دونا في الإقناع كانت بتتمحور حوالين جملة واحدة بس: ما تبقيش أنانية، أنت أخدتيه وعشت معاه كل السنين اللي فاتت، وانا اللي بطلبه منك انك تخليه يعيش معايا طول فترة الحمل وبس. طبعا ردة الفعل بتاعت جيل في الوقت ده كانت طبيعية ومنطقية جدا، انها سابت لهم الأوضة وخرجت تجري من الفندق وهي منهارة من العياط، وكلمت بنتها في الوقت ده وقالت لها على كل اللي حصل. ورغم ان جورج خرج ورا مراته واعتذر لها واخدها في العربية بتاعته ورجعها للبيت، الا انه ساب البيت تاني يوم بالليل ورجع الفندق يبات مع دونا في الفندق اللي هي عايشة فيه. مش بس كده، ده فضل كمان شغال معاها، وده معناه انهم كانوا على تواصل يومي مع بعض لحد اليوم اللي جيل اتقتلت فيه. في الوقت ده الشرطة كانوا شايفين ان جورج هو المشتبه فيه الرئيسي في القضية، خصوصا وانه كذب عليهم اكتر من مرة، ده غير كمان انه عنده دافع للجريمة اللي حصلت. بس رغم كل الشكوك اللي عند الشرطة، الا ان كان قدامهم حيطة سد مش عارفين يتصرفوا فيها. هو لو جورج كان فعلا متورط في الجريمة اللي حصلت، هيعملوا ايه في حجة الغياب القوية جدا اللي عنده؟ وفوق كل ده كان في مشتبه فيه تاني واضح وضوح الشمس في القضية، وهي دونا نفسها. إيميلي كانت بتقول للشرطة إنها متأكدة إن دونا هي اللي ورا الموضوع كله،
وفكرت الشرطة بآخر حاجة أمها قالتها لما كانوا قاعدين مع بعض في الفندق. جيل قالت لبنتها إن لما هما التلاتة كانوا قاعدين مع بعض في الفندق، دونا طلبت من جورج إنها تكلم جيل لوحدها على انفراد. وأول لما جورج خرج من الأوضة، دونا لفت لجيل وبصت لها في عينيها وقالت لها بالنص: الموضوع ده مش هينتهي غير لما واحدة فينا تموت. الكلام ده طبعا كان واضح فيه تهديد صريح بالقتل، والشرطة لما عرفت الكلام ده كانوا شايفين انهم لازم يتحققوا مع دونا ويعرفوا هي ليها علاقة بالجريمة ولا لا. الشرطة تواصلوا مع دونا وسألوها عن جريمة القتل اللي حصلت، وهي أكدت للشرطة ان ملهاش اي علاقة بالجريمة. قالت لهم كمان على حجة غياب قوية جدا لانها كانت موجودة في ولاية فلوريدا في الوقت اللي حصلت فيه الجريمة. الشرطة راجعوا سجلات الهاتف ولقوا كمان انها كانت بتكلم جورج في التليفون في نفس الوقت اللي حصلت فيه الجريمة. يعني من الاخر كده، دونا مش بس كان عندها نفس حجة الغياب بتاعت جورج، دي كمان كانت موجودة في ولاية تانية في الوقت اللي حصلت فيه الجريمة. يعني حجة الغياب بتاعتها أقوى بكتير من حجة الغياب بتاعت جورج. بالنسبة بقى لمكالمة التليفون وموضوع إنهم كانوا بيكلموا بعض في الوقت اللي حصلت فيه الجريمة، الشرطة كانوا شايفينه حاجة غريبة ومريبة جدا. وكون إن الاتنين كانوا عندهم حجة غياب في الوقت اللي حصلت فيه الجريمة، ما ينفيش إن ممكن برضو الاتنين يكونوا متورطين في الجريمة اللي حصلت. الشرطة كانوا عارفين إنهم عشان يثبتوا تورط الاتنين في الجريمة محتاجين دليل قوي جدا، ولحسن الحظ المحققين كان في ايديهم خيط قوي ممكن يوصلهم لإجابة، والخيط ده هو كاميرات المراقبة بتاعت المكتبة. الشرطة كانوا فعلا قدروا ياخدوا فيديوهات وفرغوها، وفعلا الجريمة كلها كانت متصورة وموجودة على الشريط. الكاميرات جابت جيل وهي خارجة من باب المكتبة الساعة 9 بالليل يوم 4 أكتوبر، وزي ما زمايلها قالوا بالظبط ركبت العربية الميني فان بتاعتها وبدأت تطلع لبره، بس بسرعة جدا رجعت تاني وركنت في نفس المكان. وغالبا ده حصل لما عرفت ان في مشكلة في كاوتش العربية. الفيديو بيوضح جيل وهي بتمشي حوالين العربية وبتنزل على ركبتها عشان تفحص الكاوتش، وفي اللحظة دي ظهرت عربية تانية دخلت الجراج ووقفت وراها بالظبط وقفلت عليها الطريق عشان ما تتحركش. بعد ثواني باب العربية دي فتح ونزل منها شخص وقرب من جيل، وفي الأول جيل كانت ماشية ناحيته لأنها كانت فاكرة إنه جاي يساعدها، بس فجأة جيل بدأت ترجع لورا بخوف وبرعب، وفي ثانية وقعت على الأرض ومتحركتش. الشخص ده كمل لحد ما وقف قدامها وفضل واقف يبص عليها كام ثانية، وبعدين ركب العربية مرة تانية وهرب من المكان. زي ما احنا شايفين الفيديو ما كانش موضح أي حاجة وجودته كانت وحشة جدا، بس كان كافي للشرطة انه يوضح لهم تفاصيل مهمة جدا. يعني واضح جدا في الفيديو ان دي مش خناقة ولا عملية سرقة، ده كمين اتعمل مخصوص عشان يتخلص من جيل. القاتل غالبا هو اللي بوظ كاوتش العربية وفضل مستني ومستخبي في الضلمة لحد لما جيل وقعت في الفخ. المحققين استنتجوا ان القاتل طلع المسدس بتاعه وضرب جيل برصاصة في راسها اول لما قرب منها، وبعد ما وقعت على الارض ضرب عليها رصاصتين كمان عشان يتأكد انها ماتت. للأسف كاميرات المراقبة ما كانتش واضحة خالص وما كانش فيه اي ملامح واضحة للمجرم ولا حتى الارقام العربية بتاعته. الشرطة طلبوا مساعدة من الاف بي اي وتواصلوا كمان مع خبراء من شركة جنرال موتورز عشان يقدروا يحددوا نوع العربية والموديل بتاعها، وقدروا فعلا يعرفوا ان العربية دي من نوع شيفورليه ماليبو ب4 أبواب. الحاجة كمان اللي عرفوها من حركة الضوء والظل بتاع العربية ان العربية دي بنسبة 100% كان فيها فانوس مكسور من ورا او مش شغال. الخيط ده كان اقوى دليل موجود مع الشرطة لحد دلوقتي، بس هو ما كانش الحاجة الوحيدة اللي لفتت انتباههم. الفيديوهات كشفت كمان ان الشخص اللي نزل من العربية وقتل جيل ما كانش هو اللي سايق العربية، ده في حد كان سايق العربية وحد تالت كان قاعد معاهم جوه العربية مستنيه. وهنا الأسئلة بدأت تكتر بشكل أكبر، هم مين التلاتة دول وليه استهدفوا جيل بالوحشية اللي الشرطة شافوها؟ بعد كام يوم من الجريمة اللي حصلت، الجنازة بتاعت جيل اتعملت في تكساس، وعيلة جيل وأصحابها كانوا مدمرين تماما، خصوصا لما عرفوا التفاصيل البشعة لآخر لحظات في حياتها. ورغم ان الكل كان بيحاول يستوعب الكارثة اللي حصلت، إلا أن الشكوك كلها كانت بتدور حوالين جورج، لأن تصرفاته الغريبة والمريبة استمرت حتى بعد موت مراته، لدرجة أن جورج في لحظة من اللحظات وهو بيتكلم مع الشرطة قال لهم بالنص كده: لو ناويين تقبضوا عليا يا ريت ما تعملوش ده في المطار ولا قدام أولادي. كأنه كان متوقع وعارف أن الشرطة هيقبضوا عليه في وقت من الأوقات. المحققين عملوا نشرة لمواصفات العربية الشيفورليه اللي ظهرت في كاميرات المراقبة، بس لحد الوقت ده محدش بلغ عن أي حاجة وما كانش فيه أي جديد في القضية. الموضوع ده استمر لمدة 5 أسابيع كاملة، لحد ما في يوم وصل مكالمة للشرطة هتكون هي السبب في حل لغز القضية. المكالمة دي كانت من واحد اسمه براين ميلر، وقال للشرطة إنه عنده معلومات مهمة جدا في قضية جيل
هتقلب القضية كلها. براين قال لهم انه يعرف 2 بالاسم كده، وهو متأكد ان ال2 دول متورطين في الجريمة اللي حصلت. ال2 دول كانت واحدة اسمها سيبيل بادت وراجل اسمه باتريك ألكسندر. براين بدأ يقول للمحققين سيبيل دي تبقى حبيبته السابقة، وفي فترة قريبة هي وباتريك تواصلوا معاه وطلبوا منه طلب غريب جدا. قالوا انهم بيدوروا على قناص او شخص مسلح ومحترف عشان عايزينه يرتكب جريمة قتل. براين بيقول انه لما سمع الكلام ده رفض انه يشارك معاهم او يحاول يعرف اي تفاصيل لانه بيحب يبعد عن المشاكل، بس لحد الوقت ده كان فاكر انهم بيقولوا اي كلام او حتى بيهزروا. بس كل ده اتغير اول لما فتح التلفزيون وشاف عناوين الاخبار اللي بتتكلم عن جيل واللي اتعمل لها كمين واتضربت بالنار في جراج المكتبه. الشرطه لما سمعوا المعلومات دي بدأوا انهم يدوروا على الاسمين دول، والمعلومات اللي هيعرفوها هتأكد لهم ان كلام براين حقيقي 100%. الشرطه اكتشفوا ان سيبل بتشتغل ممرضه وهي وباتريك عايشين في نفس المنطقه، والمفاجاه فين بقى؟ ان المكان اللي هم عايشين فيه كان قريب جدا من المكان اللي دونا كانت عايشة فيه. الموضوع بس مش مجرد ان دونا كانت عايشة قريب من سيبل، دي كمان طلعت شغالة عندها في شركة الرعاية الصحية بتاعتها. واول لما افراد الشرطة اتجهوا ناحية بيت سيبل عشان يراقبوها ويعرفوا تحركاتها، لقوا عربية شيفورليه من نفس النوع اللي ظهرت في كاميرات المراقبة كانت مركونة قدام البيت، والعربية دي كان الكشاف الخلفي بتاعها كان مكسور زي ما الشرطة خمنوا بالظبط. الشرطة رتبت عشان تعمل مقابلة مع سيبل في اوتيل قريب هناك عشان يستجوبوها. في البداية كانت بتعمل نفسها ما تعرفش اي حاجة عن الجريمة اللي حصلت، بس مع الضغط بتاع افراد الشرطة انهارت تماما واعترفت بكل حاجة. سيبل حكت وقالت انها قبل الجريمة بكام شهر دونا بدأت تتكلم كتير جدا عن انها محتاجة تتخلص من ست عايشة بره الولاية. دونا كانت بتقول ان هي وجورج بيحبوا بعض وعايزين يكونوا مع بعض، بس هي استوعبت ان ده مستحيل طول ما مراته جيل موجودة على وش الدنيا. قالت للمحققين ان دونا كانت بتقول لها بالنص انا مش هقدر اعيش من غير جورج، وجورج كلمني وقال لي انه بيتمنى ان جيل تموت. وقالت لها انا حاسة ان الطريقة الوحيدة اللي تخليني اعيش مع جورج ان الست دي تختفي من على وش الدنيا. قالت للشرطة إن الموضوع ما كانش مجرد دردشة أو فضفضة من دونا كانت بتديها أوامر وبتقول لها إنها متوقعة إن هي بالذات اللي هتنفذ لها الجريمة دي وتخلص لها المصلحة. سيبل بتقول إنها رفضت تماما، بس دونا بدأت تهددها بكل حاجة تملكها. هددتها إنها تطردها من الشغل، ووقفت لها على كل غلطة، وقالت لها إنها هتبلغ عنها الشرطة بتهمة شرب الحشيش، وهددتها كمان إنها هتعمل المستحيل عشان تسحب منها ولادها وما تشوفهمش مرة تانية. سيبل كانت بتعيط وهي بتقول أنا كنت بشرب حشيش أوقات، وهي هددتني إنها هتبلغ عني وهتسجني وهتاخد مني ابني وعمري ما هشوفه. عشان كده على حسب كلامها اضطرت إنها توافق على التخطيط لجريمة قتل جيل، وسحبت معاها باتريك في الخطة بتاعتها. قالت للشرطة إن الجريمة اللي حصلت دي ما كانتش أول خطة يحطوها عشان يقتلوا جيل، وقالت إن قبل أسبوع بالظبط من الجريمة اللي حصلت كانوا مخططين إنهم يحطوا لها جرعة سم قوية جدا ومادة سم فعالة تنفع في القتل. يعني هم كانوا عايزين في البداية إنهم يرتكبوا جريمة القتل دي بطريقة تبان إنها عملية انتحار. فعلا عملوا رحلة تانية خالص لولاية ميشيغان قبل الجريمة بأسبوع. سيبل وباتريك سافروا لقرية ليك أوريانز وفضلوا يراقبوا جيل في السر ويمشوا وراها خطوة بخطوة عشان يدرسوا تحركاتها، بس في النهاية كانوا خايفين إنهم يحطوا السم في الأكل ورجعوا مرة تانية لفلوريدا من غير ما ينفذوا جريمتهم. دونا لما عرفت إنهم رجعوا من غير ما يقتلوها اتضايقت جدا، وقالت سيبل إحنا مش هنوقف الموضوع ده غير لما أنت اللي تنهي المهمة. فضلت مستمرة في ابتزازها وتقول لها اتصرفي وشوفي أي حل وإلا هخرب بيتك. في الوقت ده سيبل بدأت تدور على شركاء تانيين يكون قلبهم ميت ومستعدين انهم ينفذوا الجريمة بسهولة. الموضوع اخد منها شوية وقت لحد ما في النهاية لقت واحد كان شغال معاها في السكن زمان واسمه كيفن أوليت. كيفن كان بيشتغل سواق شاحنة بس كان عنده سجل إجرامي طويل، وأول لما سمع ان دونا مستعدة تدفع $5000 كاش وافق على طول من غير ما يفكر في أي حاجة. بس كان عنده شرط واحد، ان سيبل وباتريك يسافروا معاه ويكونوا موجودين في العربية في الوقت اللي هو بينفذ فيه الجريمة عشان محدش فيهم يعترف عليه بعد كده. وفي أول شهر أكتوبر التلاتة ركبوا العربية وطلعوا مرة تانية على ميشيغان، بس المرة دي دونا ما كانتش سايبة أي حاجة للظروف. قبل ما يتحركوا من هناك رسمت لهم خطة كاملة للجريمة اللي حصلت عشان ما تسيبش حاجة للصدفة وتتأكد إنهم هينفذوا جريمتهم. إنها ادتهم ورقة كان فيها صورة جيل وعرفتهم نوع العربية بتاعتها ومواعيد شغلها بالظبط في المكتبة. قالت كمان إن ليلة 4 أكتوبر هما التلاتة اتجهوا بالعربية الشيفروليه لحد المكتبة بتاعت جيل اللي جيل شغالة فيها، ولأنهم عارفين هي هتخرج الساعة كام بالظبط بوظوا الكاوتش بتاع العربية بتاعتها
وفضلوا واقفين في الضلمه مستنين انها تخرج. جيل خرجت من المكتبه وركبت العربيه، بس لاحظت ان الكاوتش بتاع العربيه كان بايظ ونزلت عشان تشوفه. طلعوا من العربيه وقفلوا عليها، وكيفن نزل من العربيه ضربها ب3 رصاصات، وبعدها رجعوا مره تانية لفلوريدا. طبعا سيبل كانت بتحاول بكل الطرق تصغر دورها في الجريمه وتقول انها كانت بتعمل كل ده وهي مجبره. كانت بتقول انها يا دوب كانت راكبه العربيه وباتريك كان هو اللي بيسوق وكيفن هو اللي ارتكب الجريمه بنفسه. بس السؤال الكبير اللي المحققين كانوا عايزين يعرفوا اجابته، هي دونا فعلا هي اللي عملت كل ده وخططت للجريمه لوحدها؟ لان مش منطقي ان واحده تكون مصابه بالسرطان وفاضل لها كام شهر وتموت، وكمان حامل في شهورها الاخيره، تكون هي اللي بتخطط لكل ده وبتنفذ جريمه قتل بشعه. عشان كده المحققين قرروا انهم يسافروا بنفسهم لولايه فلوريدا عشان يقابلوها ويتكلموا معاها ويعرفوا هي فعلا متورطه في الجريمه وعملت كل الحاجات دي ولا في حد تاني بيحاول يورطها. اول لما قعدوا معاها ما عملوش اي مقدمات وواجهوها على طول بكل الاعترافات والتفاصيل اللي عرفوها من سيبل. دونا اول لما سمعت الكلام ده كانت مصدومه جدا وقالت للشرطه انتوا فاهمين كل حاجه غلط. قالت لهم انا صحيح بحب جورج بس ماليش اي علاقه بجريمه القتل بتاعت مراته، بالعكس ده انا كمان ضحيه زيها. دونا صممت انها ما تعرفش اي حاجه عن الجريمه وان في حد بيتبلى عليها وبيحاول يورطها وان سيبل دي كانت هي اصلا اللي بتبتزها. قالت ان سيبل غالبا بتعمل كده لانها حاولت تتواصل معاها قبل كده وتطلب منها فلوس لما عرفت بعلاقتها مع جورج. يا ترى مين فيهم اللي بيقول الحقيقه، دونا ولا سيبل؟ هنا بقى القضية هتاخد منعطف غريب جدا. المحققين وهم قاعدين مع دونا في الصالة وبيتناقشوا معاها، المفروض على حسب كلامها وكلام جورج انها في الوقت ده تكون حامل في الشهر ال7 أو ال8. وفعلا الشرطة اول لما شافوها لقوا ان بطنها كانت منفوخة وواضح جدا انها على وش ولادة. بس في نص الكلام لما المحققين كانوا بيتكلموا معاها القطة بتاعتها دخلت للأوضة ونطت فجأة على حجرها ومشت برجلها على بطن دونا. الموضوع كان غريب بالنسبة للشرطة لأن دونا ما اتهزتش ولا اتوجعت ولا حست بأي حاجة ولا حتى حاولت تبعد القطة. بس الغريب أكتر إن القطة لما مشت من على بطنها رجليها فضلت محفورة وسايبة علامة على بطنها، يعني واضح إن البطن دي مستحيل تكون بطن حمل. في الوقت ده المحققين قالوا لها على فكرة احنا قبضنا على سيبل وباتريك وخلاص انت كمان مقبوض عليكي بتهمة التحريض على القتل. دونا أول لما سمعت الكلمة دي وقفت وهي مذهولة من الصدمة، وفجأة وقع على الأرض كل الهدوم اللي كانت عاملة بيها بطنها. كان في مجموعة من الفوط والمفارش القماش كانت حاشياهم جوه التيشيرت ومثبتاهم بحزام البنطلون عشان تعمل لنفسها بطن حمل. الموضوع ما كانش بس إنها مفبركة الحمل بتاعها، دي كمان طلعت مفبركة موضوع السرطان لأنها ما كانتش مصابة بأي مرض. الشرطة لما تواصلوا مع الدكتور بتاعها أكد لهم إنها ما بتتعالجش من السرطان وعمرها ما كانت بتعاني من حاجة شبه كده. بالنسبة لنتائج التحاليل والورقة اللي من الدكتور هي اللي كانت عاملاهم في البيت بنفسها على الكمبيوتر بتاعها. الشرطة في الوقت ده استوعبوا لأول مرة إنهم بيتعاملوا مع ست خطيرة وسيكوباتية لأبعد درجة. بدأوا يفهموا كمان إن جورج مالوش أي علاقة بجريمة قتل جيل. جورج صحيح كان شكله متورط بسبب تصرفاته وكذبه على الشرطة، إلا إنه في الحقيقة الراجل ده كان معمول له غسيل مخ من دونا بسبب انها كانت بتتلاعب بيه. المحققين استنتجوا ان لما جورج رجع لمراته جيل في شهر ابريل دونا عرفت وتأكدت انه بيتكلم بجد وعايز فعلا ينهي علاقته بيها ويصلح علاقته بمراته. في البداية اخترعت موضوع الحمل والسرطان وانها خلاص في شهورها الاخيرة عشان تضغط عليه عاطفيا وتجبره انه يرجع لها. ورغم ان الخطة دي نجحت معاها على المدى القصير إلا إنها في الآخر ما أخدتش برضه اللي هي عايزاه لأنه ما انفصلش عن مراته. ولما لقت إن جورج مستحيل ينفصل عن مراته أو يطلقها قررت إن الحل الوحيد إنها تتخلص من جيل وجورج يكون مفيش أي حد قدامه غيرها. الشرطة قبضوا على باتريك ألكسندر وكيفن أوليت، الشخصين الاتنين المتورطين في الجريمة. وبمجرد ما اتقبض على كيفن في ولاية كولورادو هو وباتريك حكوا نفس الكلام اللي قالته سيسل للمحققين قبل كده. يعني الثلاثة أكدوا للشرطة رسميا ان جورج ما كانش يعرف اي حاجه عن الجريمه ومفيش اي حد فيهم تواصل معاه. الشرطه عملوا اذن بتفتيش بيت دونا وسيسل وفعلا لقوا بيوتهم ادله كتيره جدا بتوضح المجهود الكبير اللي دونا صرفته عشان تخطط للجريمه دي. لقوا صور لجيل وادوات ومستلزمات تانية غريبه ولقوا خريطه طريق لولايه ميشيغان. والمحققين لقوا كمان ان اقرب مخرج من الطريق السريع للمكتبه العامه في ليك اوريانز كان متعلم عليه بدايره حمراء واضح جدا انها عملتها عشان تقول لهم يهربوا ازاي من هناك. مش بس كده، دول لقوا كمان جواب مزور ومكتوب باسم جيل، والجواب ده كان معمول للخطة الأولى اللي فشلت. الجواب ده كان بيوضح انها انتحرت وانها انهت حياتها بنفسها. لكن اقوى دليل مسكوه ولقوه عندها في البيت كانت خطة كاملة كتبتها بخط ايديها
عن ازاي ينفذوا جريمة قتل جيل. الورقة اللي هي كتبتها دي كانت مليانة معلومات، من اول عنوان بيتها ومواعيد شغلها في المكتبة لحد اسامي ولادها. ورغم كل الادلة دي الا ان دونا كانت لسه مصممة ان ملهاش اي علاقة بالجريمة، وكانت بتحاول ترمي التهمة على كل الناس اللي حواليها. القضية وصلت للمحكمة في خريف سنة 2000، وفي الوقت ده كانت بتتهم جورج ان هو السبب في الجريمة اللي حصلت، بس لسوء حظها ان مفيش اي حد كان مصدق حكايتها. ده غير ان باتريك وكيفن وافقوا على صفقة مع الشرطة وقالوا انهم هيشهدوا ضد دونا. كيفن قال ان دونا حاولت تقنعه بكل الطرق قبل ما يسافر لميشيغان انه هيكون افضل لو صفى وقتل كل الناس اللي موجودين في المكتبة. كانت عايزة كيفن يقتل 5 موظفين تانيين موجودين في المكتبة عشان يبان قدام كل الناس ان في حد استهدف الموظفين بتوع المكتبة، مش استهدف جيل ومشي. في نهاية المحكمة أدانت دونا وسيسيل بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى والتآمر لارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، واتحكم عليهم الاتنين بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. بالنسبة لباتريك اللي هو كان سائق العربية فهو أخد حكم مخفف شوية لأنه وافق إنه يعترف ضد دونا، وأخد حكم بالسجن من 23 ل 40 سنة، في حين إن كيفن اللي هو القاتل الفعلي أخد حكم بالسجن مدى الحياة. كل الناس المتورطين في القضية دي ظهر عليهم علامات الندم الشديد على كل اللي عملوه. حتى جورج نفسه اللي ما تمش اتهامه بأي تهمة ولا تم إدانته في أي حاجة أخد جزء من المسؤولية اللي حصلت على مراته، وقال في جلسة النطق بالحكم: أنا حابب أعتذر علنا لأولادي عن تصرفاتي وأفعالي اللي كانت سبب في كل اللي حصل. لو كان بإيدي أرجع بالزمن وأصلح كل ده كنت هعمل كده فورا من غير أي تردد. طول المحاكمة دونا كانت عايشة في دور الضحية والمظلومية حتى بعد ما القاضي كان نطق بالحكم. في الوقت الحالي دونا وسيبل لسه بيقضوا عقوبة السجن مدى الحياة، وباتريك ألكسندر كان عنده الحق إنه يخرج عن طريق الإفراج المشروط سنة 2022، بس واضح إنه لسه موجود في السجن لحد دلوقتي. الغريب جدا إن سجلات السجن أكدت إن كيفن تم إخلاء سبيله وإعفائه من السجن يوم 1 مايو سنة 2024، بس مش عارفين هو خرج من السجن ليه ومحدش يعرف السبب. بس كده تكون انتهت قضية النهاردة، بس عايز أعرف رأيكم لأن رأيكم مهم جدا. شايفين جورج اللي هو زوج الضحية كان هو كمان ضحية واتضحك عليه من واحدة بتمثل عليه إنها حامل وبتمثل إنها مريضة سرطان، ولا هو كمان يعتبر مشارك في الجريمة، خصوصا إنه دخل واحدة مريضة زي دي لحياتهم؟ مثال رأيكم في الكومنتات. لو عجبتك القضية ما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.